السلام عليكم. فاجعة كبيرة عرفتها جهة شياضمة، مقتل شابة سميحة من طرف الشيخ القبيلة، واعترافات خطيرة اللي قالها هاد الشيخ اعترف وقال بأنه قتل هاد الشابة هادي ببندقية ديال الصيد، وفصلها ودارها في ميكات كحلين ولاحها في البير. إليكم التفاصيل ديال هاد الجريمة. خوتي خواتاتي، قبل ما نبداو كنتمنى منكم ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وبارطاج، ما تبخلوش علينا عافاكم الاخوان بلايك كدعم ليكم ليا. الدرك الملكي حقق مع هاد الشيخ 8 ديال الساعات، تحقيق طويل. هني اعترف هاد الشيخ القبيلة بأنه قتل هاد الشابة، وكيفاش تقتلها وشنو هي الأسباب والدوافع اللي خلات الشيخ القبيلة كيملك الملايين ولاباس عليه وعنده سمعة وازن في المنطقة أنه يقوم بقتل هاد الشابة هادي ويصفيها ليها بهذه الطريقة الوحشية. شنو السبب وشنو الدوافع؟ من بعد التحقيقات اللي دامت شهور وهما كيقلبوا على هاد الشابة هادي اللي بين نهار وليلة اختفت، ما بقاتش كيبان ليها الخبر. هاد الشابة سميحة في العمر ديالها 26 إلى 27، وهذا الشيخ ديال القبيلة فايت الستينات، يعني الشيخ كبير. شنو اللي غيجمع هاد الشابة بهذا الراجل الكبير في السن؟ الماديات، الفلوس. هاد الشابة هادي غراها هاد الشيخ ديال القبيلة بحكم انه كتربطهم واحد القرابة وصلة الدم، انه كيجيها من العائلة ولد العم ديالها. كتشوفو كيشوفها، شاف درية صغيرة غادا كتكبر غادا كتزيان، عجباتو، لفتات الانتباه ديالو، بقى كيهضر معاها وكيتقرب منها وغراها بالفلوس، واكيد هي فقيرة وما عندهاش، ودرية صغيرة وشابة، وفي انا داك راه كان في العمر ديالها العشرينات او 18 عام او 19 عام، يعني باقة صغيرة، باقة ما عندهاش العقل، ما شارباش عقلها. مني كتشوف انه واحد عنده الفلوس ولاباس عليه، انه كيديها يتسارى بها وشاري ليها بندقية صيد كاتبه لها في سميتها ومخلي بها تاقنت، كيديها للخيالة، داير ليها خيل تبورد فوقه، اكيد هي مسكينة ما عندهاش، بغات هي دور بهاد الشيخ القبيلة وما توقعاتش بان النهاية ديالها غتكون مقطعة ومليوحة في بير. طمع خيب، طمع طاعون، قبح الله الفقر. انا ما كنلوموش هاد الدريه الله يرحمها ويغفر ليها بتاتا، ولكن كنلومو هاد الاستغلالي الانتهازي اللي استغل وحده من العمر ديال الاحفاد ديالو، وحده في عمر الزهور غواها بالمال، والمال الاخوان كيدير الطرقان في البحر، ما بالك شابه فقيره غيبان ليها واحد عنده الفلوس، وبحكم ان كتربطهم صله قرابه ووصل ما غدرش انه غيغدرها وغتكون الدقه القاتله منه. هو معاه سنين ولات كتقول ليه تزوج بيا، كيقول لها هو واخا نتزوج بيك، واخا كثرات عليه. شنو دارت هاد الشابه هادي؟ ناضت تصورته شي تصاور مخله، تصاور مني كان هو وياها في الوضعيه الحميميه. من بعد ما صورت لي هادوك التصاور ولات كتهددهم بيه باش انه يتزوج بها. رسلتهم لبعض الاصدقاء ديالو وشافوا هادوك التصاور ان كانت كتباوس هي وياه في التصاور. من شافوا دوك التصاور اصدقاء ديالو قالوها ليه، شيخ القبيله تزعزع عليه المخ، دار ليه قالوا انا شيخ، كل شيء احترم لي الكبير الصغير، والناس ما كاينه السي فلان غتولي وحده من قد العمر ديال الاولاد ديالي تولي فاضحاني ومشوهاني في القبيله، مطيحه سمعتي ومرمداني. لا، خاصني نلقى الحل لهاد السيده هادي. الحل شنو؟ صيفط ليها الفلوس. من بعد ما صيفط ليها الفلوس فافاكاش، ناضت هي استحلاتها، عاودت ثاني قالت ليه صيفط ليا، بقى يصيفط ليها صافي يعرف راسو انه طاح مصيده وبتيزاز لهاد الفتاه هادي. ولكن علاش هي كتبتزو كتقول ليه صيفط ليا؟ لانك ضيعتيها في شرفها، لانك قضيتي على احلامها وطموحاتها، حتى هي باغا تزوج، باغا تكون وليدات، باغا دير اسره، انت ضيعتيها في حياتها، ضيعتيها ليها. بالسيف غتبتزك، يا اما تعطيها الفلوس يا اما تزوج بها. وتشوهات اضافه على ذلك هاد السيده هادي كل شي الناس القبيله عرفوها معاه، تشوهات لان كل شي كان كيشوفها معاه، لا سواء في الحفلات، لا سواء فاش كيكونوا الخياله، لا سواء كيديها تصيد مع صحابو كيعرفوها، كل شي كيعرفوها.
اذا تشوهت تفضحت مع هاد الشيخ ديال القبيله.